بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام عن بعض القطع المعدنية زي البريزة دي كده مثلا، أقربها لك يا باشا. 10 قروش، الجمهورية العربية المتحدة، 1967. الظهر بتاعها نسر اهو، نسر. الحاجات اللي زي دي هنتكلم بقى في أسعارها. حاجة زي اللي قدامك ال10 قروش اللي أنا بوريها لك دي. ال10 قروش دي طبعا كل الناس معاها منها وموجودة مع كل الناس، كل بيت فيه من الحاجات دي كتير. الحاجة اللي زي دي سعرها 5 جنيه للقطعة، قطعة ب5 جنيه، معروفة، بتتباع وبتتباع بالكيلو كمان. قطعة ب5 جنيه، ولو عاوز منها بالكيلو بتتباع بالكيلو. في منها بالكيلو وفي منها بالقطعة، قطعة ب5 جنيه. طيب في حاجات بقى غالية زي دي بس مش نفس التاريخ. هنا التاريخ 1967 ومكتوب 10 قروش، 1967 ومكتوب 10 قروش. اللي في ايديا دي قلنا سعرها 5 جنيه. الغالية اللي هي 1966 نفس الشكل، 10 قروش، الجمهورية العربية المتحدة، الظهر نسر، التاريخ 1966. 1966 دي اللي غالية، دي 1966 غالية. أي تاريخ غير 1966 سعر القطعة منها 5 جنيه. زي اللي قدامك دي سعر القطعة 5 جنيه. التاريخ النادر واللي مش موجود اللي هي نفس الشكل، والتاريخ 1966 ده تاريخ نادر ومش موجود منه إلا عدد قليل، فسعر 1966 غالي. 67 بقى 68 69 الكلام ده كله، كل ده ب5 جنيه، كل ده سعره 5 جنيه. الغالية اللي هي 1966. نيجي برضو على ورق حتة زي دي مثلا اهي، 5 قروش زي دي برضو، اصدار السبعينات اهي، مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. دي برضو سعرها 5 جنيه، 5 جنيه. الغالي منها اللي هو 1966، ده الظهر بتاعها. دي سعرها اللي في ايديا دي 5 جنيه، سعرها 5 جنيه. الغالي منها اللي هو 1966. حاجة زي كده برضو 10 قروش زي كده، برضو سعر القطعة منها 5 جنيه اهي. كل دي عملات تذكارية اهي، عملات تذكارية، سعر القطعة منها 5 جنيه و4 جنيه وهكذا. الغالي منها اللي هي ال10 قروش دي اللي هي التاريخ 1966. أي تاريخ بقى في السبعينات أو 67 أو 68 كل ده سعره 5 جنيه. كل الحاجات اللي قدامك دي سعرها 5 جنيه. الغالي منها اللي هو 1966. متنسناش في اللايك والمتابعة للصفحة. استنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.